السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد في يوم جديد مع الحمام. في الفيديو ده يا جماعة إن شاء الله هوريكم وهعرفكم شوية حاجات كده يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده شوية حمام. هما يا جماعة 9 تجواز زيادة عن كان عندي بس يا جماعة 3 تجواز بس. دلوقتي انا كنت رايح طبعا مع واحد زميلي كده في عشته. فطبعا انا كنت رايح عنده ما فيش اي حاجه خالص ولا كان اي حاجه في دماغي، وكان بس قال لي تعالى عندي شويه حمام وعندي شويه مشاكل كده عندي في الحمام، فكنت عايزك تقول لي يعني اتصرف معاهم ازاي. فانا رحت عنده يا جماعه زي ما انتم شايفين، كان عنده كميه الحمام دي كلها. طبعا يا جماعه الحمام ده كله انا طبعا كان عندي 3 تجواز بس فيهم طبعا، وفي كمان 9 تجواز زيادة، يعني كلهم 12 جوز. شيل منهم 9، أنا كان عندي منهم 3 بس، يعني 9 تجواز زيادة. فالمهم يا جماعة أنا رحت عنده، فطبعا اتلاقيت عنده الحمام طبعا يا جماعة كان عنده كمية مشاكل. يعني الحمام طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني 9 تجواز كلهم شغالين، كل ذكر وانتهى مع بعض. و9 تجواز بسم الله ما شاء الله كان على الأقل خلاص كان فيهم 6 تجواز أو 7 تجواز كانوا شغالين، بس كان فيهم مشاكل بقى يا جماعة. طبعا الحمام كان عنده إسهال وبيعمل حمام أخضر زي ما انتم شايفين كده يا جماعة في الأرضية اهيت، حمام أخضر اهوت. فطبعا الحمام ده هو مكانش عارف يسيطر عليه، وكان لسه يعني مبتدئ في الحمام. فطبعا يعني كان عنده مشاكل في الحمام، فطبعا كان خايف ان الحمام ده كله يروح منه. فقال لي يا احمد انا عايز ابيع الحمام ده، لو عندك مشتري ان حد يشتري الحمام ده يا ريت يجي ياخده منه كله يتعامل معاه وهديله بالسعر اللي هو عايزه. طبعا ال9 تجواز دول يا جماعه بسم الله ما شاء الله، يعني كان على الاقل خالص أنا كنت شايف عنده 6 تجواز او 7 تجواز كانوا بايضين عنده. بس المشكله بقى يعني كان جوز مثلا يبيض بيضة، جوز يبيض مثلا بطين بيضة تطلع فيها كسر، بيضة ما فيهاش كسر، يبيضوا بطين ما فيهمش كسر. طبعا يا جماعة طول ما الحمام عنده مشاكل، عنده إسهالات والحمام تعبان، عمر ما الحمام هيشتغل أبدا. هو ممكن يشتغل بس طبعا مش هيشتغل زي ما يكون الحمام صحته كويسة. فانا طبعا والله العظيم انا شفت الحمام عنده، انا طبعا يا جماعه ما كانش لازمني حمام. انا كنت عايز اشتري حمام بس كنتش ناوي اشتري حمام دلوقتي خالص. طبعا كلكم عارفين ان احنا دلوقتي يعني فصل الصيف، يعني دلوقتي احنا في شهر داخلين على شهر 8 اهوت. النهارده يا جماعه 29/7. فطبعا يا جماعه احنا في عز الصيف، انا كنتش عايز اشتري حمام دلوقتي خالص. كنت ناوي اشتري حمام في اخر شهر 10 كده او شهر 11 عقبال ما الجو يطر شويه. فطبعا انا شفت الحمام عندي بصراحه والله العظيم يا جماعه الحمام صعب عليا. يعني بما ان انا يا جماعه بحب الحمام وكده، انا شفت الحمام يا جماعه بصراحه الحمام حلو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه بسم الله ما شاء الله. حمام كله جمعيات اهوت، اختاروا جمعيات يا جماعه اهوت. وذكر شكلباز اهوت بقصه بسم الله ما شاء الله، وذكر جمعيه ابيض بسم الله ما شاء الله. يا جماعه حمام مفهوش اي غلطه خالص اهوت، وفي جوز فوق اهوت ما شاء الله يا جماعة. حمام بسم الله ما شاء الله مفهوش اي غلطة خالص. هو بس الحمام ده كان عايز يعني عايز اهتمام، بس الحمام ده عايز اهتمام وهيكون شغال 10/10. الحمام بصراحة والله العظيم انا شفته عند الراجل صعب عليا، في الحمام صعب عليا. يعني الحمام بسم الله ما شاء الله كويس قدامي، بس الحمام عنده مشاكل. لو كان فضل عنده كده بالنظام ده عمره ما كان هيشتغل ولا كان هيصلح حاله ابدا. الحمام ده عايز شوية اهتمام بس. فانا قلت له ان انا قلت له انا هاخد منك الحمام، والرزق ورزقك على ربنا. فطبعا يا جماعة انا خدت منه الحمام ده 9 تجواز، خدت منه 9 تجواز ب900 جنيه. خدت منه 9 تجواز ب900 جنيه، يعني الجوز ب100. طبعا يا جماعة الحمام ده عايز مصاريف. الحمام ده عشان خاطر يشتغل عندي زي ما انا عايز، الحمام ده عايز مصاريف. الحمام ده عايز مجويات، عايز فيتامينات، عايز فلاجيل، عايز يا جماعة مطهر معوي، عايز حاجات كتيرة عشان خاطر عايز مثلا عايز حاجات محفز للذكر والأنثى إن هو يشتغل طبعا. بس طبعا المحفزات دي كلها طبعا لازم أديها له، بس طبعا لازم دلوقتي أنا حاليا هشتغل على المطهر المعوي يا جماعة. أنا جايب فلاجيل زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، الفلاجيل اهوت
انا طبعا هبدأ بيه الاول، لان الفلاجيل ده يا جماعة مطهر معوي. تمام، لازم ابدأ بالفلاجيل دي الاول، امنع بس الاسهال والزرق الاخضر ده اللي بتاع الحمام بتاعهم او البراز بتاعهم الاخضر، لازم امنعه الاول، احس ان الحمام خلاص ما عادش عنده اسهالات ولا عاد بيعمل حمام اخضر. وخلاص الحمام بقى كويس. اديله بقى شويه فيتامينات، ان شاء الله همشي بنوع مقويات حلو يعني ان شاء الله. بعد ما اخلص الفلاجيل دي الاول طبعا يا جماعه الفلاجيل ده مطهر معوي. تمام، بسم الله ما شاء الله حاجه كويسه جدا. بس طبعا يا جماعه الفلاجيل ده ليه فوائد وليه اضرار. الفلاجيل ده فوائده ان هو يعني بيشيل مطهر معه وكده، بس هو بقى بيشيل البكتيريا النافعه البكتيريا الضاره والبكتيريا النافعه. احنا طبعا يا جماعه كل اللي احنا عايزينه يشيل البكتيريا الضاره، البكتيريا النافعه كده كده بتشتغل من غصب عننا. فاحنا نعمل الفلاجيل احنا بنحطه 3 ايام للحمام، وبعد ما نحطه بنحط خميره يا جماعه اللي هي الفوريه او الاقراص، مش هتفرق كتير يعني، هما الاتنين زي بعض بالظبط. طبعا الخميره بقى بترجع البكتيريا النافعه تاني. تمام كده، احنا دلوقتي هنبدا ان شاء الله بالفلاجيل. فطبعا يا جماعه الفلاجيل ده برضو ليه فوائد كتيره جدا. الفلاجيل ده يا جماعه ان شاء الله مش ما بيتقطعش من عندي خالص، يعني الفلاجيل ده بسم الله ما شاء الله عندي على طول. بس طبعا لازم بعد ما تحط فلاجيل لازم على طول بعدها مباشره على طول تحط خميره، ما ينفعش تفوت اي يوم فلاجيل وبعد خميره على طول. تمام، طبعا يا جماعه الفلاجيل ده كمان فوائده كمان ان انت لما بيكون عندك حمام مطلع زغاليل لازم تحط فلاجيل، لان الفلاجيل ده كمان ما بيخليش الزغاليل يطلع لها كنكر. لان الفلاجيل ده يا جماعه الفلاجيل كمان يعني زي ما قلت لكم دلوقتي ان هو بيخليش الحمام الزغاليل يطلع لها كنكر، لان الحمام الكبير بيشرب من الميه وبيروح يسقي الزغاليل. فطبعا الفلاجيل بيمنع بيمنع الكنكر، وما بيخليش اي امراض عند الزغلول، يخلي الزغلول كده طالع كده بصحه جيده وما يخش عنده اي امراض. بس زي ما قلت لكم تستخدم الفلاجيل لازم من بعدها على طول تستخدم الخميره. تمام، دلوقتي يا جماعه عشان خاطر انا عايز احط للحمام ميه فلاجيل على الميه، لازم اخليهم يعطشوا الاول، اخليهم عايزين اجبرهم انهم عايزين يشربوا. دلوقتي هعمل دلوقتي هحط لهم اكل. هنا انا طبعا ما بحطلهمش اكل بقالي فتره عشان ما يبقوا جعانين، هحط لهم الاكل يبقى فيه قبول على الاكل يروحوا ياكلوا ويشربوا على طول. ساعتها بقى يبقى في ميه قدامهم على الفلاجيل يضطروا انهم يشربوا من غصب عنهم. دلوقتي بقى يا جماعه انا هحط لهم الاكل اهوت يا جماعه. تمام، بسم الله ما شاء الله. بس بالله عليكم يا جماعه اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان اما اعمل اي فيديو يجيله شعار بيه. واللايك يا جماعه، اللايك بالله عليكم اكبر دعم ليا، بيخلي اكبر عدد من الناس ان هم يشاهدوا الفيديو بتاعه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الحمام كله اهوت ما شاء الله في قبول. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه جوز اهو وذكر اهوت الابيض معانا تاني هناك ده هي ما شاء الله يا جماعه الحمام كله شغال. بس هو بس عنده شويه مشاكل وعايز بس زي ما تقول كده يا جماعه ان انا هشتغل معاهم بالفلاجيل دلوقتي حاليا ان شاء الله. وبعد الفلاجيل 3 ايام مباشره، يعني كل لتر ميه عليه مثلا 5 سنتي او غطا فلاجيل احطه على الميه. تمام، لمده 3 ايام وبعدها يومين خميره. وان شاء الله بعد كده هشتغل ب3 ايام 3 ايام اميولانت يا جماعه. اميولانت ده برضك بشري من بيجي من اي صيدليه. اميولانت ده برضك مقويات برضك للحمام، فيتامينات برضك كويس. فان شاء الله يا جماعه باذن الله الحمام بعد الفتره ديت ان شاء الله هيشتغل وهيبقى كويس باذن الله. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الحمام خلاص كله كل الحمام طلع فوق. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده العشه كبيره، ال9 تجواز ولا ال12 جوز اللي في العشه اصلا يعتبر في العشه كمنها كبيره مش باينين، يعتبر الحمام مش باينك من
القشة كبيرة، بس دي لو قشة صغيرة تحس ان القشة كلها مليانة، فالقشة بس تكملها كبيرة، فالحمام مش باين فيه. زي ما انتم شايفين كده الحمام خلاص كل. دلوقتي يا جماعة الفلاجيل اهوت. انا طبعا الازازة يا جماعة لازم تترج كويس. لازم يا جماعة الفلاجيل لازم يترج كويس يا جماعة قبل ما يتحط. خلاص يا جماعة اهوت السدايات. خلاص يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. هحط كمان يعني ايه نص. حطيت كمان نص اهوت. شايفين كده كفاية قوي. شايفين كده يا جماعة اي حاجة كده اهوت اقلب بيها. الفلاجيل ده يا جماعة يستخدم للحمام لمدة 3 ايام. يعني طول لو خلصوها احط لهم تاني مفيش مشكلة عادي. يعني 3 ايام متواصلين، كل ما يخلصوا المية بالفلاجيل احط لهم تاني، يخلصوا احط لهم تاني 3 ايام متواصلين، عشان خاطر يا جماعة الاسهالات اللي عندهم. وده مطهر معه يا جماعة مفيهوش اي حاجة غلط. هو ال3 ايام بس، هو مشكلته بس ان هو بيشيل البكتيريا النافعة والضارة. فاحنا عشان خاطر نرجع البكتيريا النافعة تاني بنحط خميرة مباشرة بعد ما نخلص الفلاجيل مباشرة على طول يوم لمدة يومين نحط خميرة. وبرضك يا جماعة الخميرة ديت برضك بجرعة برضك جرعة برضك يعني جرعة برضك معينة. ان شاء الله بعد ما نخلص الفلاجيل هعمل فيديو برضك عن الخميرة واوريلكم كل حاجة. ان شاء الله يا جماعة الحمام معاكم اهوت بإذن الله. هفضل متابع معاكم لحد ما الحمام يشتغل بجميع مية ان شاء الله. انا جايب الحمام ليه؟ عشان خاطر يشتغل. انا متاكد وواثق ان الحمام انا شايف الحمام قدامي يا جماعه عند الراجل. حمام شغال وحمام بسم الله ما شاء الله. بس الحمام كان قدامي عنده اسهالات. وطبعا طول ما الحمام عنده اسهال وتعبان عمره ما يشتغل صح، عمره ما يشتغل زي الحمام السليم. تمام كده. تمام كده يا جماعه خلاص اهوت. أنا كده خلصت الحمام اهوت. انا ساعة ما هما ياكلوش هينزلوا يشربوا لوحدهم. خلاص اول حمامة اهيت نزلت تشرب، وكله هينزل يشرب دلوقتي يا جماعة اهو. زي ما انتم شايفين كده الحمام كله هينزل يشرب دلوقتي اهو. هي ساعة ما واحدة بس تشرب كله هيشرب اهو. اهو كله هيشرب يا جماعة. هما بص لمدة 3 ايام لازم احط لهم لازم احط لهم ده. هيستغربوا طعمها بس هيشربوا. لما يعطشوا هيشربوا من غصب عنهم، لان مفيش ميه قدامهم غير الميه دي، فيشربوها من غصب عنهم. خلاص يا جماعه ان شاء الله بعد ما اخلص ال3 ايام الفلاجيل ان شاء الله هعمل فيديو برضك عن الخميره. وبعد ما اخلص الخميره ان شاء الله لمده يومين هبدا برضك احط لهم برضك المقويات الاميولانت ان شاء الله. فان شاء الله الحمام ده باذن الله انا مش هسيبه ان شاء الله الا لما يشتغل كله ويبقى 10/10. وبكده يا جماعه يبقى انا كده ان خلصت معاكم نهايه حلقه النهارده. بتمنى منكم يا جماعه اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان خاطر ما اعمل اي فيديو يجيله اشعار يعني بيه، ويعملوا لايك عشان خاطر اللايك يا جماعه بيرفع الفيديو بتاعي بيخلي اكبر عدد من الناس اللي يشاهدوا الفيديو بتاعي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.